السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليونا نسمعوا لهذا المقطع هذا ثم نعلق عليه. صراحة ما كاينش بعدا في القرآن. قبل ما نمشيو أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعها ونقولوا لعنة الله على الكاذبين، خليونا بعدا نشوفوا هذا الإنسان قال لك التراويح ما كايناش بعدا في القرآن على أساس أنه كيتبع القرآن، وغنشوفوا أن هؤلاء مخالفون القرآن، وهذا الشيء سبق لنا وبيناه. هاد الناس اللي كيسميو المناظرة صراع الديكة المناظرة هي صراع الديكة. في الوقت اللي كنشوفوها في كاع الاوساط العلميه، فهاد الناس في جهه والعلم في جهه. غنشوفوا في هذا المقطع هذا علاش هاد الناس هادو سماو المناظره صراع الديكه، وغنشوفوا كذلك واش الى ابطلنا صلاه التراويح واش حنا هكذا كناخذوا بالقران الكريم ام اننا نكذب القران الكريم وحاشاه. فخليونا نسمعوا شنو غيقول. ولا جيت تشوف حتى النصوص اللي عندهم هما في البخاري ومسلم وغيره، كتلقى بان الرسول منعها، كان صلاها 3 ايام ومنع الناس، قال لهم تصلوا في ديركم. وجاو عنده لا سميتو، جاو عنده الدار وداك الشيء، بداو تيزفوا بالحجار وضرب فيهم. هذا الشخص كيعاود على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه. بطبيعه الحال هذا الكلام هذا ما نحتاجوش نقول له ودي جيب لنا الدليل ديالك، راه مخالف للادله الصحيحه. فبما انك بغيتي تحتكم شنو نقلوه المسلمين في كتبهم، فخليونا نشوفوا واش هذا الكلام هذا حق ام باطل. فخليونا نجيو من الحديث من الكتاب اللي كيعزيز على هاد الناس هادو، واللي كيقيلوا ليل نهار يسبون فيه ويلهجون بسبه، اللي هو صحيح الامام البخاري. فخليونا نشوفوا الحديث. جاء فيش جاء في باب من قام رمضان أو فضل من قام رمضان. إذا قيام رمضان له فضل، لدرجة أن كتب الحديث تبوب أبوابا بهذا الفضل وتسرد أحاديثا تثبت هذا. جاء فيه قال لك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل عن عقيل إلى أن قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا. النقطة هذه ضروري تثبت. إذا هي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه السنة هذه واش منعها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا، أو لا أن هذا الكلام هذا مخالف لما عليه الأدلة؟ فهنا الكلام غادي نوجهه للناس اللي ممكن يتأثروا بهذا الشخص هذا. أما الإخوة اللي معانا في القناة فهؤلاء غنعتذروا في هذه الجزئية هذه، خليونا ندوي مع هاد الناس هذه. فدابا هذا الكلام هذا كتلقى بان الرسول منعها. إذا لقينا ما يخالفه في تتمة الرواية ماذا سنسميه؟ واش أنا إلا كذبت على الإخوة اللي معايا في القناة، واش أنا هكذا كنحترم عقوله؟ أنا نجي عند واحد ونكذب عليه، معنى هذا ماذا؟ معنى هذا أنني أستخف عقله وعارف هذاك اللي غنكذب عليه ما يمشيش يكلف راسه حتى يقرأ. فإذا أنا هنا ماشي أكيد بالمخالف، بل أكيد بالشخص اللي كذبت عليه واللي ممكن يتأثر بهذا الكلام. نقراو الرواية الإخوان. يقول فاجتمع أكثر منه فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال. النبي صلى الله عليه وسلم غيقول لهم أودي صلاة التراويح اللي كتصليوها أنتم ممنوعة منعا كليا. هذا الشيء اللي غيقول أكيد لا. قال يقول أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. إذا قارنوا هذا الكلام هذا اللي في الرواية مع هذا الكلام اللي كيقول هذا. واش هكا غتكون الأمانة العلمية؟ واش أنا غادي نبغي ننتقد واحد الإنسان غادي نجي ونحتاج للتدليس والكذب باش ننتقد؟ واش إلا دلست وكذبت هذا كيتسمى تنوير، هذا كيتسمى تزوير للحقائق. الحق الإخوان ما كيحتاجش الأكاذيب. لهذا العلماء ديال المسلمين وكتب التراث تجرم الكذب، خاصة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأمور لهذا أن من ثبت عليه كذبة ولو صغيرة تسقط روايته. الدين ديالنا ما كناخذوش من عند الكذابين، كناخذوه من عند الثقات العدول. لكن أنتم هل ترضون أن تأخذوا دينكم أو أن تتركوا دينكم من أجل كذاب؟ هنا حكموا عقولكم بالفعل. نرجع الآن لهذا الشخص هذا والإخوة الكرام اللي كيشوفوا هذا المقطع. هذا الشخص هذا جاء بكلام ما كاينش في الرواية تكذبه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الصلاة هذه هي سنة، لكنه ما خرج ماشي حيتاش ممنوعة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. إذا العلة هنا هي أنها تفرض، فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العلة ما بقاتش. جا سيدنا أبو بكر وجا سيدنا عمر. شنو قلتي لي قال سيدنا عمر؟ تيقولوا بأن عمر بن الخطاب هو اللي جا لقى الناس كيصليو قال لهم نعمة البدعة هاته. والآن الإخوان عرفتوا علاش المناظرة عنده صراع الديكة؟ ببساطة حيث في المناظرة ما يمكنش يقول هكا وتبر مرور الكرام. بمجرد أن يقول هذه الكلمة
حتى يأتيه الرد وتأتيه المصادر ويكون أمام الأتباع ديالهم. الفكر الضعيف هو اللي كيستثمر رسوب الأكاذيب وغير ذلك، هو اللي كيعتمد على أن أبواب الإعلام تفتح له في مقابل أن تلك الأبواب تغلق على من يخالفه، فيعتمد على عدم وصول الحق للناس وعلى عدم وصول الأدلة والبراهين للناس ويستغل هذه النقطة هذه. هذا هو الفكر الضعيف. أما الفكر القوي هو اللي كيجي كينتقد الناس بعلم وبينة. خلونا ندوزو للنقطة الثانية باش ما نطولوش عليكم. شنو قلتي؟ سيدنا عمر رضي الله عنه قال أنها بدعة. زيد، جينا بكلام سيدنا عمر. شكون اللي شرعا صلاة التراويح حسب الروايات؟ هو عمر بن الخطاب. تيقولوا بان عمر بن الخطاب هو اللي جا لقى الناس كيصليو. عاود الله يرضي عليك، عاود شنو جا؟ هو اللي جا لقى الناس كيصليو. الله اكبر. اذا جا لقاهم كيصليو، اذا هي كانت صلاه موجوده وكانوا الناس كيصليو منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى الان. نعمه البدعه هاته، يعني انه اقر انها بدعه مخالفه للشريعه. لا، هو ما قالش بدعه مخالفه للشريعه السي محمد. منين جبتي هذه مخالفه للشريعه؟ الروايه اللي جبتي بها مبتوره ودلس الشيء ضروري يزيد لك شويه ديال الملحه باش انت تثيق. اما الا جيت لك بالكلام ديال سيدنا عمر رضي الله عنه والمقصد ديال سيدنا عمر من هذا الكلام هذا، ما عمرك غادي تشكل. سيدنا عمر رضي الله عنه لم يقل يوما انها مخالفه للشريعه، والا شنو الشريعه اللي خالفتها؟ فين اي شرع خالفه سيدنا عمر رضي الله عنه؟ صلاه التراويح من الايه التي نقضتها من القران؟ يلا اعطيني يلا بين لنا شتي علاش كيسميوه المناظره الاخوان صراع الدياكه، حيتاش في المناظره غيتلزم نمشيو للاثر الاخوان. فهذا الحديث رواه الامام البخاري في باب فضل قيام رمضان. باب فضل قيام رمضان. اذا الحديث في فضل قيام رمضان باش تعرف ان الانسان كيمشي للفضائل ويستخدم المقص ويجي يقول لك بدعه مخالفه للشريعه. شوف، جاء عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل بصلاته الرهط. إذا كاين هنا شي كيصلي هنا، شي كيصلي هنا، شي بوحده، شي يصلي بصلاته الرهط. إذا هنا هذه المسألة موجودة قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هي حرام؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم منعها. فالشاهد بالكلام حتى الآن أنها موجودة، ماشي شي حاجة ما كانش. ثم جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ابتدعها. نقراها الإخوان. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. البدعة هنا شنو؟ البدعة هذا الكلام يستحيل أن يكون هنا محمول على البدعة الشرعية، بل هنا المقصود بالبدعة اللغوية. البدعة اللغوية، لأن البدعة الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم دارها. النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا. واحد الحاجة دارها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. شنو هي التعريف ديالك للبدعة؟ وشنو السنة هي الحاجة اللي ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام هذا كلام ديال التخربيق يستعمل من أجل فقط التشنيع ومهاجمة الآخر. الآن الإخوان الطامة الكبرى أننا إلى بدعنا وأنكرنا على سيدنا عمر رضي الله عنه، يلزم من هذا الإنكار على كاع الصحابة، ويلزم من هذا الطعن في القرآن الكريم. الصحابة ما نكروش على سيدنا عمر بن الخطاب. أجمعت الأمة على صحة ما فعله عمر بن الخطاب. تا صحابي واحد ما قالها. الله عز وجل شنو كيقول في كتابه؟ الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن الله عز وجل أثنى على السابقين الأولين من هنا للبيان، لبيان الجنس. السابقين الأولين أثنى عليهم. شنو أثنى على ماذا كذلك؟ أثنى على سبيلهم والذين اتبعوهم بإحسان. إذا اللي اتبعوا هاد الناس هادو، اللي اتبعوا السابقين الأولين اللي هم المهاجرين والأنصار اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اتبعوهم هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب احنا فاش بغينا نشوفوا واش سبيل صلاة التراويح مخالف لسبيل السابقين الأولين؟ لا، هؤلاء اللي السبيل ديالهم كان صلاة التراويح. إذا إما نقولوا أن الله عز وجل أخطأ وحاشاه، بمعنى إلا كانوا هذا الإجماع ديال هاد الناس هادو ضلال والله عز وجل أثنى عليهم، إذا هنا أخطأ الله عز وجل والعياذ بالله. والآية ما فيهاش أنهم ما يختلفوش في تفاصيل الفقه، الآية ليس فيها هذا، بل فيها إثبات لصحة قولهم وإجماعهم. والصحابة لم يختلفوا مع سيدنا عمر بن الخطاب. فشكون غنتبعوا؟ نتبعوا القرآن أو نتبعوا هذا الشخص هذا؟ شوف الإخوان، احنا في الحلقة اكتفينا بعرض الحديث اللي جاء بها، واتضح أنه
جايب كلام من الشرق مخالف لما في الأحاديث. لهذا عندما خرج بعنترية وقال نحن وإياهم أفرس رهان ندعوهم في مضمار المباحكة والمناظرة خرجنا وقلنا يلا ناظر، وذهبوا عنده وقالوا له ناظره، صارت المناظرة صراعا للديكة. هذا الكلام هذا ما غتلقاش إلا عند هادو الديول. غتمشي للغرب غتلقاهم كيناظروا عادي، تمشي للأكاديميات العلمية تلقى مناظرات عادي، تجي لعندو لا المناظرة صراع الديكة. علاش؟ لكي لا يفضح. والله عز وجل كرمنا بالعقل باش نمشيو ونقلبوا ونبحثوا، ما نخليوش الناس الذين يزعمون التنوير يزوروا الوقائع. وهنا كتبان عظمة الإسلام والفرق بين ما حصل في الغرب مع الكنيسة وما شابه. في الغرب الناس لم اكتشفوا دينهم فتركوه، اكتشفوا حقيقة دينهم فتركوه. احنا لا، احنا الناس يطمسون الدين ويطمسون الحقائق في الدين من أجل أن يجهل الناس دينهم فيتركوه، وهذا ما غيكونش، لأن الله عز وجل حافظ دينه. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الإلحاد وممن يحارب سنة نبيك ويحارب دينك الإسلام ويحارب قرآنك وكتابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.